دونك كانت هذه مائدة مستديرة اللي كتدخل في إطار برنامج رمضانية الأحرار اللي كيضم سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية اللي كتهم المواضيع اللي تستأثر باهتمام ديال المتتبعين والمهنيين والرأي العام كذلك. واليوم كان الموضوع ديال هذه المائدة المستديرة هي التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2023-2026 اللي اللقاء هذا أطروه مجموعة من المهنيين والخبراء والمستثمرين في القطاع السياحي اللي تكلموا على بعض مضامين هذه الاستراتيجية الوطنية وكيفية التنزيل ديالها على مستوى الجهة، خاصة وما تعرفه الجهة من تحديات في القطاع السياحي قبل جائحة كوفيد وكذلك الآثار السلبية ديال جائحة كوفيد. دونك كان واحد مجموعة ديال المحاور والأسئلة التي تم التطرق لها للنهوض بهذه الجهة هذه فيما يخص القطاع السياحي، انطلاقا من تعزيز الربط الجوي لهذه الجهة هذه ديال أكادير وجهة سوسماسا، وكذلك تأهيل البنيات الأساسية والبنيات التحتية المرتبطة بالسياحة وعلى رأسها مطار أكادير المسيرة، وكذلك الابتكار حلول جديدة لاستيعاب عدد أكبر من البواخر اللي ممكن أنها توفر مجموعة من السياح بالمنطقة ديال جهة سوسماسا، بالإضافة إلى الإيواء السياحي والإشكالات المطروحة اليوم أمام مختلف الفاعلين اللي هي الفنادق المغلقة، وكذلك هذه الآفاق اللي كتعرفها بلادنا على رأسها كأس إفريقيا الأمم وكذلك كأس العالم اللي غتخلي الجهة ديالنا باش تكون جهة ومدينة تنافسية أنها تكون عندها واحد الطاقة سريرية وطاقة استيعابية اللي في المستوى المطلوب، بالإضافة كذلك التركيز على أكادير وعلى المجال الساحلي اللي كتسخر به الجهة خاصة فيما يخص السياحة الشاطئية، دون أن نغفل ما تسخر به الجهة في المناطق الخلفية من مجالات اللي ممكن تكون اللي ممكن نستغلها في مجال السياحة القروية وكذلك السياحة الجبلية والإيكولوجية في مختلف المناطق، وتم كذلك العرض مجموعة ديال البرامج والمشاريع اللي كتقوم بها جهة سوسماسا خاصة في تأهيل بنيات ديال الإيواء في المجال القروي، وكذلك فتح مجموعة من المسالك السياحية بالعالم القروي، بالإضافة إلى العمل اللي كنقوموا به من أجل ترميم والحفاظ على التراث الأمازيغي بجهة سوسماسا، بالإضافة إلى محاور أخرى ترتبط بالتكوين اللي هو واحد النقطة أساسية اللي ممكن أنها تساعدنا في تجويد الخدمات المقدمة في المجال الساحلي في المجال السياحي، بالإضافة كذلك للمطعمة وكذلك التنشيط والترويج، واللي أساسي بالنسبة لنا من خلال هذا اللقاء أنه كاين هناك واحد التشخيص اللي يتفق حوله الجميع الذي يقتضي المزيد من العمل وكذلك المزيد من الترافع بين مختلف القوى الفاعلة والمهنيين والمنتخبين والمؤسسات المعنية بالأمر من أجل الترافع حتى ترقى مدينة أكادير وجهة سوسماسا لما تصبو إليه تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة، اللي اعتبر هذه الجهة وسطا حقيقيا قطبا اقتصاديا حقيقيا للمملكة يربط شمال المغرب بجنوبه. وشكرا. الإطار فاش تلقاو المهنيين مع الأعضاء ديال تنسيقية حزب الأحرار هو إطار تشاوري من أجل التعرف ومناقشة المشاكل ديال قطاع السياحة في أكادير وجهة سوسماسا بصفة عامة. المقصود منه هو تدارس ما جاء في المقترح ديال يعني لا في دغوت اللي كتوجد واللي ما كانتش مستوى تطلعات المهنية السياحة بصفة عامة في جهة سوسماسا، واللي من خلالها كما شفتوا كانت مناقشة وكان حوار اللي فيه واحد العدد ديال
يعني المخرجات للفاعلين، لا الفاعلين المهنيين ولا السياسيين اللي معنا ولا ممثلي المجتمع المدني، خرجوا بها من أجل أنه المقترحات يجيو من عندنا من جهة سوسماسا، لأن أهل مكة أدرى بشعبها والمهنيين عارفين المشاكل ديالهم، وكيتمنوا أن الخطة الجاية في لافي دو غوت تستجب للتطلعات ديال المهنيين ديال جهة سوسماسا، وثانيا تستجب يعني الانطلاق ديال مدينه اكادير الحمد لله، نظرا للبرنامج الملكي اللي غادي بواحد الوتيره مهمه جدا، واللي كيبدل ولا كيغير الملامح ديال المدينه وديال الجهه، واللي الحمد لله حنا فرحانين به، وكنحاولوا وكنتمنوا ان يتم تثمينه بتنميه ايضا العالم القروي وجهه سوسماسا ككل.